السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. يلا نعمل الحاجة بقى اللي هناكلها في العيد. هنغير بقى، احنا هنعمل النهاردة كفتة الرز. هنعملها بطريقة سهلة قوي 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 قوي، وتحبي تعمليها في البيت على طول. اول حاجة هنحتاجها لحمة مفرومة، يعني مفرومة اهيت معاكم او لحمة عادية، المهم يعني لحمة، نص كيلو لحمة اهوت. وهنحتاج بصلتين وراس توم يعني كبيرة اهوت. واحتاج خضرة بقى اللي هي شبت وكزبرة اهوت حوالي ربطتين. اول حاجة هنعملها ورز. قبل ما انسى بس، الرز ده بغسله وانقعه في المية شوية واصفيه كويس قوي قوي في مصفى، وبعدين في المصحنة الصغيرة او في الكبة اللي عندك يعني المتاح عندك، تعمليه لحد ما يبقى معاكي عامل زي الدقيق اهو. شوفي زي الدقيق، ما فيهوش اي كتل خالص. هو ده الرز اللي هنحتاجه. اول حاجة بقى هنعملها ان احنا نفرم اللحمة. انا بحب افرم اللحمة الاول لوحدها، نفرمها لوحدها كده الاول، نحطها في الكبة اهوت ونفرمها شوية اهو. هنفرم بقى اللحمة اهو. اهيت فرمت اللحمة اهو، اديت لها وش كمان اهو، نعمت خالص معايا اهي. هبدأ بقى اضيف عليها البصل والثوم، كذا حاجة كده بس عشان الحاجة متبقاش تقيلة معاكي على الكبة اهو. وهنفرمهم تاني. اهو اللحمة بعد ما فرمتها اهو، شوفي لما تبقى ناعمة معاك كده اهو، مفيهاش اي تكتلات خالص اهو. اللحمة على البصل على الشبت، الخضرة كلها على الثوم اهو. بعد كده بقى هنجيب الرز نطحن معانا دهوت، نقدر نطحنه ازاي، ونحط على الايه، على اللحمة المفرومة. اللي بدي اول خطوة احنا لسه هنعملها في الكتل التاني، بس احنا دلوقتي بنحط بس ايه حبة الرز ونقلب عشان نعملها حتة بحتة بقى في الكتل التاني اهو. كده اهو بنعمل كده اهو ونتقلب. يعني نص كيلو لحمة بياخد حوالي ربع كيلو رز ايه مسلوق معاكي. ولو خد منك رز دلوقتي هقولك تعملي فيه ايه، ما ترميهوش. الرز المسلوق معاكي ما ترميهوش، مش قادرة تترمي، هتعملي فيه ايه يا ستي؟ هتجيبيه معاكي اللي يفيد معاكي، تجيبيه في كيس وفي الفريزر، يفضل معاكي من السنة للسنة، ما يضربوش أي حاجة معاكي. الكفتة بقى انت بتعمليها في الآخر تحطي في الطاولة بتاعتها بقى الملح، كمون، الفلفل الأسود، حبة قرفة، حبة بابريكا، حبة ملح أهو. شوفي كلها في بعضها ازاي مع الرز. لسه هتعوز كمان حبة، ايه تاخدهم كلهم عموما يعني اللي معاهم خدتهم. الخطوة دي بقى أنا هعمل ايه، هاخد بقى حبة بحبة كده في الكبة، يعني هجيب الكبة اهو عشان طبعا لو حطيتها كلها تبقى تقيلة أوي على الكبة معاكي اهو. هتعملي ايه بقى، انا بقى مع نفسي كده لان هي بتاخد فرن كتير، يعني في الاول دي خدت حوالي ربع ساعه فرن. انا هاخد بقى اوريكم اهوت هعمل ايه، وهعملها بقى واحده بواحده كده. وهطلع بقى حته بحته كده من اللحمه اللي مهروسه اهي، وابدا بقى اعملها في الكبه واحده بواحده كده عشان تمتزج كلها مع ايه مره واحده، بس ما تتقليش. هخلصهم اهو، انت عرفت انا هعمل ايه اهوت، الكبه حبه بحبه وتعملي ما اخلصهم طبعا عشان الصوت وايه، وارجع لكم تاني واوريها لكم في الاخر. اهيت انا فرمتها كويس قوي مع الرز، هبدا احط لها الطاوله عشان تتفرم مع بعضها. معلقه ملح
معلقة كمون، نص معلقة فلفل اسود، ربع معلقة قرفة، سنة شطة، سنة بس صغيرة، وهفرمها تاني عشان تتقلب مع التوابل. يبقى كده الكفتة خلاص، ونصبحها بقى مع بعض ونحمرها. اهيت الكفتة بعد ما خلصتها اهيت، شوفي بقت ناعمة ازاي، وفيها الرز وكل حاجة اهوت جبتها مع بعضها كويس. هتيجي بقى تجيبي لايدك بس زيت كده اهو، وتمسكي وتصبعي بقى الكفتة معاك كده اهو. اهيت اهيت، حاولي تخليها طويلة معاكي كده عشان تبقى حلوة. تعملي غيرها برضو على طول. اهوت، جربي بس الطريقة ديت هتلاقيها جميلة معاكي اهو. اللي بيتابعني بقى ما ينساش الاعجاب والاشتراك بالقناة. انا بشكر اي حد بيدخل يتفرج على الفيديوهات، بس يا ريت يا جماعة الاعجاب بالقناة والاشتراك. اهيت، اسهل طريقة للكفتة بتبقى معاكي جميلة مع البطاطس بقى. يعني دي اكلة عندنا اول يوم العيد لازم بنعملها، اللي هي الكفتة مع البطاطس. يعني بطاطس عادية ونحط معاها كفتة ورز معمر فيه لحمة، اللي هو التست اللي فيه لحمة. لو عايزين الطريقة حاضر هعملها لكم. ده أكلين أول يوم العيد. بس هو كده طريقة الكفتة اهي. دي طريقة الكفتة. اللي مطلوب بقى تعملي فيها ايه دلوقتي؟ إيه، هتولعي زيت، يعني الزيت قصدي، اسفة. إيه، وتحمريها بس مش اكتر اهي. وتحمريها. انا دلوقتي هعملها بقى براحتي واحمرها، وبعد تحميرها هوريها لكم اهي. حمرتها بقت جميلة. حطي في مصفى على طول معاكي اهي. بصي على طول كده اهي، بصي في الزيت على طول اهي. ما بتغيبش في التحمير، ما تحرقهاش، يعني عينك معاها وانت بقى، عشان هي ما بتغيبش في التحمير، ما بتاخدش وقت في التحمير خالص اهي. بس كده هو ده. اهي شوفي لسه حاطه معاكي اهي، تتمرر في ثانيه، وقلبي على طول. اعملي بقى الكميه اللي انت هتعمليها اعمليها. بس كده دي طريقتك. وادي الكفته اللي احنا عملناها اهو، في اخر اتنين بس اهو في الزيت كده خلاص. شوفوا عملت كميه قد ايه معانا اهو. شوفوا الكميه اللي عملتها معانا قد ايه اهي. شوفي اهي متحمره وجميله اهي، وطعمها حلو قوي 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 قوي. ولادي عمالين ياكلوا منها اهوت ورايا اهي. شوفي حته لحمه مش كتير، يعني بس حوالي نص كيلو لحمه عملت معايا كميه قد ايه. انا اللي انا هعمله بقى مع البطاطس بخليه، والباقي اللي بيفوت مني بسيبها تبرد زي ما هي كده. وبعمل على قد الاكله بتاعتنا في اكياس واحطها في الفريزر. تخزن في الفريزر يا جماعه، ما بجربهاش اي حاجه، انا بحب اخزنها كده. يعني انا هحوش على قد الاكل بتاعنا بكره، والباقي كله هحطه في الفريزر. إيه، انا بعملها على بيات. انا بقول بكره ان احنا ليله العيد، احنا بناكل الكلام ده يوم العيد. فبكره انا هحوش اللي انا هاكله هحطه في التلاجة من تحت على الرف عادي. اما اللي هيفضل هحطه في الفريزر، عينه في الفريزر. وانا برضه هوريكم وهي في الصلصه بتبقى شكلها عامل ازاي مع افطارنا بكره ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين.
اهوت وادي المعمر بتاعنا بعد ما طلعناه من الفرن اهوت، وادي اللحمة فيها اهي اهي اهوت. ده معمر باللحمة يا جماعة، بس باللحمة اللحمة اهيت. وادي الكفتة بتاعتنا اهيت اهي. الكفتة بتاعتنا احنا عاملينها مع بعض اهيت. بس كده، كل سنة وانتم طيبين.